دي تحفة جدا، ولو هتولدي في الشتاء الاتنين دول معاكي هيبقوا نينجا. النهارده هقولك تعملي ايه لو هتخلفي في الشتاء ولو هتخلفي في الصيف. هنتكلم عن الحاجات اللي بتلف بيها البيبي. اول حاجة في الشتاء بجد اللي تحفة لازم تجيبوها، وهي السلوبتات اللي هي بتبقى عاملة زي البطانية. السلوبت مبطنة كده بالظبط زي البطانية، وهي احسن من البطانية بكتير. البطانية بتفضل تمشي منك يمين وشمال كده، لكن دي بتبقى حلوه، والكابتشو بتاعها يكون كبير عشان خاطر ايه؟ مش اي حركه للبيبي يقوم رقبته بقى باينه بالجزء دوت وكده ويبرد ونزهق احنا كلنا. كابتشو كده يبقى كبير، والكمام بتاعته تكون واسعه. السلوبيت ده عيبه ان هو كمامه ضيقه جدا، لانه بصوا هو لسه جواه بطانه، فبصوا المساحه اللي هيخرج منها الايد صغيره جدا. ده مقاس 3 شهور، حتى لو هو لسه مولود وهتلبسه له ما تجيبيش مقاس 3 شهور، هاتي 6 او هاتي سنه، لان انت بتبقي محتاجه تلبسيه حاجه من تحتها. دي بديل للبطانيه او الغطا، فبيبقى لابس لبسه طبيعي من تحت، فلما بتيجي تلبسيه لبسه ودي فوقيه بيبقى ضيق جدا ومخنوق. فبلاش من دي اللي هي رجلها مقفوله، لان رجلها مقفوله مقاسها صغير، وكمان الرجل المقفوله دي لما البيبي بيطول شويه مش بتنفع خالص. فالافضل نجيب منها 6 شهور او سنه، بلاش الرجل المقفوله. الرجل العادية حتى لو بيبي طول عادي ممكن تلبسيه شراب، والافضل كمان تلبسيه كولون سواء كان ولد او بنت. الكولون افضل من الشراب. الشراب بيبقى لابس كده شراب، والجزء اللي فوق اللبس البنطلون او السلوبات، وفي حتة كده بتبقى باينة ان الرجل هتسقع وتتجمد. فاحنا نجيب كولون سواء ولد او بنت. دي احلى حاجة في الشتاء، لو هتولدي في الشتاء لازم تجيبيها، ولو مش تولدي في الشتاء تبقي تجيبيها ان شاء الله في الشتاء اللي بعديه. دي اسوأ حاجة ممكن تجيبيها في الشتاء بجد. يعني دي بطانية كبيرة عادي كده، بس بطانية بيبي يعني زي البطاطين بتاعتنا بس حجمها صغير. البطانية دي لو فكرتي كده مجرد تفكير ان انت تاخديها معاكي وانت خارجة بجد تبقي بتعذبي نفسك. انت بتلفي فيها بيبقى نازل بحالته، على ما بتمسكيه كده وتيجي تنقلي كده بتلاقيها خرجت من كل حتة. بجد البطاطين دي خلاص اختراع قديم وفشل خلاص. تقدري تستخدميها بقى في البيت ان انت تغطيه بيها في البيت. يعني لو عندك استخدميها، ما عندكيش ممكن تغطيه باي حاجه تانية في البيت. انا بالنسبه لي عشان هي عندي فانا بغطيه بيها في البيت، عشان لو جت على وشه او كده يبقى سهل ان هو يشيلها. لكن البطاطين بتاعتنا طبعا بتبقى كبيره، ممكن تكتم نفسه او حاجه لا قدر الله. بس ما تشتريهاش مخصوص، في بدايل ليها هقولك عليها. بعد السروبيت دي على طول دي بجد قمر 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 قمر. اللي هي عامله زي الكوفرته كده، بتتفتح بيتحط جواها، هي فيها زي طبقه فايبر كده حلوه قوي، بتحط كده فيها وبعدين بتقفلي كده اهو بالسكوتش وتقومي قافله كده. في منها ستايلات كتير واشكال والوان كتير جدا جدا. بصراحه دي تحفه، وكمان راسه ما بتكون جواها، ودي بتقفليها وتضايقيها عليه، راسه مش بتطلع ومش بتفضل بقى زي الكوفرته هتيجي منك يمين وشمال وكده، لا بيبقى محكوم، وبصراحه قمر جدا. دي تحفة جدا، ولو هتولدي في الشتاء الاتنين دول معاكي هيبقوا نينجا. لو هتولدي في الصيف طبعا ما تجيبيهمش، عشان على ما يجي الشتاء اللي وراه هيكون كبر اساسا، والحاجات دي مش هينفع يقعد فيها. ممكن دي بس. صحيح بالنسبة للالوان، خليكوا دايما تجيبوا الوان محايدة. يعني دي ولد او بنت ينفع يلبسها مفيش اي مشكله، وفي اكتر من حاجه ولد او بنت ينفع يلبسها. ابعدوا عن البينك وعن البلو، لاني بعد كده ممكن تخلفي طفل تاني، ممكن تبقى عايز تديها لحد تاني، تديها لحد يستخدمها. فالافضل انها تكون الوان محايده، تمشي ولد وبنت. بلاش بقى ستايل بقى من البنت كله بينك والولد كله بلو والجو ده، لاني بعد كده الحاجات دي ما بتخلفي تاني او تديها لحد بتبقي مرتبطه بحاجه معينه. القطعة دي عاملة زي الكوفرتة بالظبط، يعني شكلا ومضمونا ومقاسا وكل حاجة، وهي دبل فيس، من بره لون ومن هنا لون، تستخدم من على الناحيتين. بس بصراحة دي انا بحبها قوي، لان هي قماشتها عاملة زي الدفاية كده. دي اللي انا بستخدمها بديل للبطانية في البيت. انت كده كده ملبساه وملبساه قطع كتير جدا، فما تكوني منيماه ممكن تحطي له القطعة. اهم حاجة لما تحطيها على البيبي ما تحطهاش كده، يعني دايما لما تحطيها كوميها كده عليه، بحيث ان يعني الحاجه الغطا لما بيبقى محطوط طاير كده بحيث ان هو بيدخل هوا، يعني قربيها منه كده كانه حاضنها. دي بصراحه حلوه جدا واحسن من البطانيه، وبتدفي عامله زي الدفايه كده. لو البيبي بتاعك هيتولد في الشتاء ما تجيبيش الكوفرتات القطن اللي هي زي كده، تمام؟ الكوفرتات القطن دي مش هتفيدك خالص. دي لو هيتولد في صيف لازم تجيبي كوفرته من دي، تمام؟ لانك هتلفيه بيها، خصوصا وهو صغنون خالص قوي وهو لسه مولود، بتكون حلوه قوي الكوفرتات دي في اللف، لانها بتبقى قطن وحلوه في الصيف. لكن في الشتاء ما تجيبيش الحاجات دي، لان انا عارفه ناس في الشتاء صيف بتجيب كوفرته.
لا مش هتستخدميها. هيتولد في صيف يبقى تجيبي كوفرتة زي كده، تجيبي حاجة تمشي مع كله، يعني كوفرتة البيضة دي تمشي مع كل الأطقم اللي ممكن يلبسها، مش هتبقي متقيدة بحاجة معينة. ويفضل السادة، لأن الحاجات المنقوشة دي بتبقى مرتبطة بأطقم معينة وألوان معينة، فخلينا في الحاجات المحايدة. حاجة كمان، لو هتخلفي في الشتا ما تجيبيش القطعة دي. القطعة دي فعلا يعني مستفزة جدا. القطعة دي مش لطيفة خالص. هي عاملة زي البطانية بالظبط، بتتفتح كده من الجنب، بيدخل جواها واسعة بقى، شايفين العرض ده كله، وبتتقفل كده من عند الراس. اولا ما بتنفعش غير اول شهرين، تمام. ثانيا البيبي عشان هي واسعة فبيعوم كده جوه، على عكس دي بيكون ممسوك كده وربطاه كده بالسكوتش، فبيبقى ماسك نفسه كقطعة واحدة. لكن دي بيفضل بقى ايه، يجوا كده ويجي كده، ورجله تتكلكع تحت وتتكوم. فانا بصراحة ما فضلتهاش خالص في الاستخدام. وفي منها صيفي برضو اللي هي زي الكوفرتة بالظبط، وعاملة كده برضو ما بتنفعش غير اول شهر شهرين بالكتير. بعد كده رجلهم بتتني جواها وبيبقوا متضايقين جدا ومش عملية في الاستخدام. انا ما حبيتهاش سواء في كوفرتة او في بطانية زي ما وريتكم. يبقى افضل حاجة في الشتاء السلوبات دي والقطعة دي اللي انا قلت لكم عليها، وافضل حاجة في الصيف الكوفرتات القطن اللي زي كده، ويكون لون محايد او لون ثابت ينفع معاكي على كل الاطقم. لو هتولدي في صيف كل الحاجات اللي قلتلك عليها دي ما تجيبيهاش، هي كوفرته قطن بس اللي هتجيبيها، عشان الحاجات دي لو جبتيها للبيبي على ما يجي الشتا اللي وراه مش هتبقى مقاسه اساسا، ومش هينفع يتحط فيها لانه هيكون كبر. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. وده الفيديو بتاع الغطا او الحاجه اللي هيتلف بيها البيبي، وهكمل لكم بقيه اللبس في فيديوهات تانية جايه. تابعوا السلسله عشان ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش طبعا لايك وسبسكرايب وشير كتير جدا، ويلا باي.